السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دورة جديدة بعنوان تيك توك استراتيجي سيكريت 2023. خلال الدورة دي إن شاء الله هنفيد كل الناس اللي حابين ينقلوا البيزنس بتاعهم على التيك توك أو اللي حابين يبدأوا في التيك توك حتى كمنشئي محتوى. إن شاء الله بإذن الله الدورة دي هتفيد بشكل كبير جدا جدا. يلا بينا نتعرف مع بعض على المحتوى التدريبي الخاص بالدورة. ملحوظة حابب ان انا اقولها قبل ما نتنقل على المحتوى التدريبي الخاص بالدورة. هيكون في ان شاء الله يعني تحديثات هننزلها كمان لسه على ما زلنا شغالين عليها على الدورة. وده طبعا نظرا لفكرة ان التيك توك يعني شغال تحديثات في الوقت الحالي حتى تصوير الدورة، وكمان بيضيف بعض الفيتشرز الحلوة جدا. فهنبدأ ان احنا ان شاء الله اي تحديث جديد هننزله في خلال الفترات اللي جاية، والتحديثات طبعا بتكون شاملة للكورس ده لمدة سنة. فان شاء الله باذن الله هننزل اي تحديثات تكون خاصه بالتيك توك هننزلها على نفس الدوره. فالمحتوى التدريبي اللي احنا هنتكلم عليه هيبقى كمان قابل للزياده، قابل كمان للتحديثات. يلا مع بعض نتعرف على المحتوى التدريبي الخاص بدوره التيك توك استراتيجي سيكريت. هنتكلم مع بعض على اهم احصائيات مهم جدا طبعا انك تكون عارفها وانت شغال على منصة جديدة او لسه داخل عليها. ولذلك في كل الدورات الخاصة بيا دايما يهمني انك انت تكون عارف احصائيات، عشان دي بتفيد في البيزنس الخاص بيك، سواء لو انت داخل التيك توك عشان تبدأ ان انت تحط البيزنس بتاعك عليه، او من خلال حتى ان انت كمنشئ محتوى. فيهمك انك تكون عارف الاحصائيات دي عشان هي دي اللي بتنور ليك الطريق بتاعك. بعد كده يعني هنخش بقى في جزء اللي هو ايه المجالات اللي بتتناسب مع التيك توك، لان مش كل المجالات حقيقة البيزنس بتاعها بينجح على التيك توك. في بعض المجالات للأسف مش كلها بتنجح، فبالتالي ولكن المجالات دي قليلة، يعني مش كتيرة، قليلة، ولكن هنفوكس على اكتر المجالات نجاحا، ومن خلال تجارب الشخصية كمان عليها، ومن خلال شغلي كمان عليها قدرت اوصل ايه واحقق نتائج ايه. وده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه مع بعض في الجزء ده. هنتكلم على اكتر المجالات اللي بتتناسب على التيك توك لو احنا بنتكلم ان انت هتنقل البيزنس بتاعك على طبعا التيك توك. في الجزء التاني هجاوب بقى على اكتر سؤال دايما بنتسأله: انا عندي بيزنس الفلاني فمش عارف ايه المحتوى اللي انا هقدر ان انا اقدمه. فبالتالي هنتكلم على اشكال المحتوى المناسبة لبعض من المجالات اللي بتساعدك في تحقيق المبيعات، وبتقدر ان انت تحقق منها كمان كوميونتي، او تقدر ان انت تعمل بيها تفاعل كويس جدا يعني من خلال البيزنس بتاعك ومن خلال المحتوى اللي انت هتقدمه. فانا هجاوب على السؤال اللي اكثر يمكن تداولا وقت ما الواحد بيكون داخل على التيك توك وهينشئ محتوى، مش بيبقى عارف ايه شكل المحتوى اللي ممكن يدخل ان هو يقدمه. فان شاء الله في الجزء ده هنغطي السؤال الاجابه الخاصه بالسؤال ده. بعد كده هنبدا بقى نتكلم على ازاي ان انا اول ما كريت الاكونت بتاعي، ازاي ان انا هيئ الاكونت بتاعي واعمله بالشكل الملائم وبالشكل الاحترافي، ويبقى شكله طبعا مميز جدا، وكمان بيساعدني في الوصول. هنتكلم طبعا على كل دوت واكتر في تفاصيل كتيرة جدا. بعد كده هنتكلم على اعدادات الحساب، وطبعا يهمك في بعض الاعدادات يهمك ان انت تكون طبعا تعرف عليها، وكل اعداد انت بتستخدمه في ايه. وهنتكلم في الجزء ده برضو على انواع الحسابات الخاصه بالتيك توك. بعد كده هنتكلم بقى على الاوبشن اللي بيوفرها لي التيك توك في نشر المحتوى بتاعي، وهنتكلم على النصايح بجيبها منين، او ايه النصايح اللي انا التيك توك بيجيبها لي، فانا اقدر اجيب يعني النصايح دي منين. فهعرفك برضو عليها، واعرفك على بعض الاعدادات المهمه جدا وانت بتنشر المحتوى بتاعك، يهمك انك تعرفها عشان لو هتشتغل عليها او ان انت هتبدا ان انت طبعا تحقق عليها اي يعني اي وصول او اي معدل وصول، او حتى من خلال ان انت تعمل كونتنت يكون فايرال. في الجزء اللي بعد كده هنتكلم على اهم يعني نصايح وبلاننج، وهجيب لكم برضو بالامثال، ويمكن اقرب مثال هو انا شخصيا ازاي ان انا قدرت اوصل ل20,000 متابع في اقل من 30 يوم. فهقول لكم على الاستراتيجي اللي انا اشتغلت بيها، وعلى الاستراتيجي اللي انا حتى اشتغلت بيها مع اكاونت كان من صفر دلوقتي تقريبا يعني واصل لفوق 50,000. فاحنا هنتكلم برضو على كل الكلام ده بالتفصيل الممل، ونتكلم على اهميه الاستراتيجي ان انت تشتغل وتستمر عليها في حاله لو حققت اللي انا هقوله لك في الفيديو ده. بعد كده هنبدا بقى نتعلم مع بعض ازاي بنكريت الحساب الاعلاني بتاعنا على التيك توك.
بعد كده هنتعرف مع بعض بقى على انواع الاعلانات، وكل اعلان ايه هو المناسب ليه في البيزنس بتاعك وبيحقق لك ايه كل نوع من انواع الاعلانات اللي موجوده. وهنتعرف مع بعض هنا بقى ازاي بربط البيكسل كود بتاعي من البدايه للنهايه، لان طريقه عمل بيكسل كود على التيك توك فيها بعض الاختلافات البسيطه عن طريقه البيكسل كود اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك. فلازم تبقى انت عارف، عشان لو انت متعود على ربط البيكسل كود على الفيسبوك فتيجي بتلاقي فيه شويه اختلافات، فانا هعرفك على اهميه الاختلافات اللي بتبقى موجوده في ربط البيكسل كود على التيك توك، وطبعا فروقها ما بينه وما بين الفيسبوك. اخر حاجه خالص هقول لك ازاي ان انت بتعمل خطه مميزه لاعلاناتك، وهيبقى معانا ان شاء الله بونص خطه عملك على التيك توك. برضو دي ان شاء الله تبقى محاضره بونص، يعني محاضره كده زياده هنتكلم فيها ان شاء الله على يعني افكار للبلانات او افكار للخطط الصح اللي انت بتشتغل بيها على التيك توك. ليه يعني بنتكلم عليها كمان تسويقيا، ده جانب، وهنتكلم عليها كمنشئ محتوى من الجانب الاخر.